هل مصر ممنوعة من امتلاك مقاتلات الجيل الخامس؟ قبل ما اجاوبك على السؤال ده ونعرف هل فعلا مصر ممنوعة من امتلاك النوع ده من المقاتلات، في ظل ما السعودية هتاخد الاف 35 من امريكا والجزائر اللي خدت اول طيارتين من السو 57 من روسيا، خليني اكلمك على قدرات الجيش المصري شوية. اول ما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في 2014 كان عايز يعمل طفرة وتحديث شامل للقوات المسلحة والاسلحة في الجيش المصري اللي بعدها تقادم، واللي ما كانش فيه صفقات تسليح كبيره بقى لها فتره. طب السؤال هنا، هل التحديث في الجيش المصري بيتم كده وخلاص والقطعه دي كويسه والتانيه لا؟ ده بيتم على انهي اساس؟ قبل ما اجاوبك خلينا نرجع سنه بس واحده لورا ونسمع الرئيس السيسي بنفسه وقال ايه في ندوه اكتوبر 2024. يعني كان مطلوب ان احنا نجيب يعني اسلحه للقوات المسلحه في الفتره ال10 سنين اللي فاتوا دول. أنا مش هجاوب على السؤال ده خالص، ومش عشان الحرب اللي موجودة دلوقتي، لكن لازم دي تعرفوا إن الحفاظ على قوة الدولة الشاملة بكل معانيها، القوة العسكرية والقوة الاقتصادية والقوة الثقافية وقوة الوعي، أمر مهم جدا جدا ونشارك فيه كلنا. يعني من الآخر الرئيس بيقولها صريحة، أنا مش هجاوبك على السؤال ده، بس الحفاظ على الدولة المصرية أمر مهم جدا ومسؤوليتنا كلنا، وساب لك الإجابة مفتوحة، جاوب أنت بقى. في وجهة نظري مصر مش بتشتري السفينة أو الدبابة أو الطيارة لمجرد إن يبقى عندها القطعة دي، لا لا لا، الموضوع أكبر من كده بكتير. مصر بتعمل حاجة اسمها دراسة مواجهة العدائيات المحتملة، يعني لو شايفة في عدو محتمل في المستقبل هتواجهه بتشتري سلاح عشان تواجهه بيه. هشرح لك بطريقه اوضح. يعني مصر لما اشترت حاملات المروحيات مسترال والتحديث الكبير اللي تم في القوات البحريه، كل ده كان ليه؟ ببساطه علشان تحمي مصالح مصر الاقتصاديه في البحر المتوسط، زي حقول الغاز، زي حقل ظهر كده وغيره. تصريحات قائد القوات البحريه الاسبق اللي قال فيها انه مش بيحمي السواحل بس، لا دول كمان بيأمنوا ثروات البلاد الاقتصاديه. وكمان لما تحب تحدد خط احمر زي اللي رسمه الرئيس كده، زي لما قال ان خط سيرة الجفر خط احمر، كان قادر انه ينفذ تهديده ده، وقال ان محدش يقرب منه ومحدش قرب فعلا. نيجي بقى للقوات الجويه المصريه، حصل فيها تحديث شامل وكبير جدا، زي ما شفنا كده صفقه الرافال الفرنسيه. على فكره دي طيارات من الجيل الرابع بلس بلس. مصر اشترت صفقتين من الرافال، الاولى 24 طياره في 2015، والرئيس السيسي بيشهد توقيع الاتفاقيه زي ما اليوم السابع كده قال وقتها، وبعدها في 2021 بتشتري 30 طياره رافال مقاتله زي ما موقع وزارة الدفاع بيقول، علشان يبقى عندها 54 طيارة من الأحدث في العالم، والمدى بتاعها بيوصل ل 3700 كيلومتر، وتقدر كمان تتزود بالوقود جويا. وزي ما بيقول موقع داسو الفرنسية المنتج للطيارة دي، إن أنت ممكن تزود المدى بتاعها عبر خزانات إضافية. ده غير صفقات الميج 29 الروسية، وغيرها من المروحيات زي الأباتشي الأمريكية والكاموف 52 الروسية. زي ما قالت جريدة الأهرام كده، مصر عندها تنوع كبير جدا في تسليح قواتها الجويه، عندها تسليح من الشرق ومن الغرب، بس الاهم في ده كله ازاي بنستخدم كل ده تحت منظومه واحده وهي المنظومه المصريه. كده اظن انت فهمت ان مصر مش بتشتري سلاح الا لما يكون في تهديد حالي وعدو حالي او لعوزه في المستقبل بناء على دراسات اجهزه الدوله. نيجي بقى هنا لاجابه السؤال الاهم، مصر مش عايزه ولا مش محتاجه طيارات الجيل الخامس زي الاف 35 الامريكيه او السو 57 الروسيه؟ اكيد محدش يكره ان يكون عنده طيارات الاحدث عالميا، مقاتله شبحيه زي دي. وعلشان تبقى فاهم، الطياره دي قادره انها تختفي من على الرادار، يعني شبح ومحدش بيشوف. الطلاق بتاعها يعني بالبلدي كده البوهيه بتاعتها يعني معموله مخصوص عشان تمتص موجات الرادار وما تعكسش اي جزء منها، يعني تضرب وترجع ولا حد يشوفها ولا حد يحس بيها. طب يا سلام ما نجيبها دي. اقول لك يا صديقي، مصر عندها الطياره اللي احسن من الاف 35 وهي الرافال، رغم انها جيل اقل الا انها الاكفأ. ده مش كلامي، ده كلام الناتو واوروبا وامريكا باعترافاتهم. في مناورات في اغسطس اللي فات في سماء فنلندا بالتحديد، حلف الناتو وقتها عمل مناورات جويه. طب في المناورات دي حصل ايه؟ حصل مناورة حقيقية في معركة جوية ما بين الرافال الفرنسية والاف 35 الامريكية. الرافال وقتها عملت حاجة خلت كل الناس المتابعين مستغربين، قدرت انها تضرب الطيارة الاكفأ او الاحدث في الترسانة الامريكية، وعملت حاجة اسمها اغلاق في المناورة، يعني انا كشفتك ووجهت سلاحي عليك.
واتعمل سيميوليشن لضربة واقعية كأنها في حرب حقيقية، وطيارة الرافال اللي بتخدم في الجيش المصري تفوقت على الأمريكية F-35 في قلب أوروبا. ما بالك بقى لو عليها طيار مصري ومتدرب على أعلى مستوى وبيشارك في حرب حقيقية مع دولة عندها ال F-35؟ تسألني وتقول لي بقى هل مصر هترضى باللي عندها في الوقت اللي بيتم الإعلان فيه عن صفقات تسليح قوية للسعودية والجزائر وكمان الإمارات؟ من وجهة نظري وانت بعد ما شفت الحلقة دي، مصر بتشتري اللي محتاجاه وفق احتياجاتها العسكرية، واللي يقدر يواجه أي تهديد جاي للدولة المصرية من أي اتجاه، شمال شرقي بقى، جنوب ولا غرب، أي تهديد جاي من أي حتة. فلو لسه بتسأل شوف الفيديو تاني وركز في كل كلمة.